تفاجأت في الآونة الأخيرة من كمية الأسئلة اللي وصلتني واللي تستفسر عن رقائق البطاطا أو شرائح البطاطا أو اللي تسمى بالكريسب، واللي تباع في البقالات والسوبر ماركت في أكياس صغيرة، وبعض الأوقات تقدم في علب اسطوانية، أو أيا كان الشكل اللي تظهر عليه، أو حتى طبيعة التشكيلة اللي هي تقدم عليها، يعني مو شرط تكون في شكل رقائق من البطاطا. على كل حال، السؤال كان يتمحور عن طبيعة المكونات اللي تدخل في تصنيع هذه الشرائح من البطاطا. هل هي بالفعل مأخوذة بالكامل من البطاطا، أو هناك مكونات أخرى صناعية تدخل في طبيعة تركيبتها؟ باختصار شديد، بالاعتماد على معرفتنا بهذه الرقائق، أو حتى من خلال تواصلنا مع بعض المصانع المحلية أو حتى الخارجية، واقعا تركيبة هذه الرقائق هي كمية قليلة من بودرة البطاطا. بالإضافة إلى هذا تضاف إليها كميات كبيرة من الدقيق اللي مأخوذ من مصادر مختلفة، يعني يمكن يكون من مصدر معين، يمكن يكون متنوع بحسب التركيبة اللي تكون هذه العجينة وتعطيها القوام النهائي. يعني باختصار أعيد، هي كمية من بودرة البطاطا، بالإضافة إلى هذا يضاف إليها الدقيق، ومن ثم تضاف إليها كمية من الزيوت، بغض النظر عن الحديث عن طبيعة مصادر هذه الزيوت، وأيضا كمية من الأملاح. والأهم في هذا لابد أيضا من بيان أن هناك مثبتات تضاف إليها حتى تعطيها هذا القوام الثابت في الشكل اللي يكون متماسك، وأيضا منكهات زي ما هو ظاهر على العلب، ممكن تكون من الجبن، ممكن تكون من الخل وما شابه من منكهات تعطيها هذه النكهة اللي تتميز بها، وأيضا مواد ملونة ومواد حافظة وبعض المواد الصناعية اللي تكون العجينة قبل لا تصب في هذا الشكل اللي تظهر عليه في النهاية.